وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الامل، صباح الطاقه الايجابيه، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم اللي زي العسل. بقى يوم جديد وفيديو جديد واوردر جديد، اول اوردر ليا على قناتي، يعني اول اوردر ليا يطلب مني في مشروعي اللي انا لسه فاتحاه. انا ده كان نفسي ان انا افتح مشروع بيتي للاكل البيتي والحلويات. وبصراحه انا كنت كاتبه على الفيس، لقيت قابليه كبيره جدا على البيدج بتاعتي. ناس عايزة أكلات وعايزة الوصفات وعايزين الأكل البيتي، مش عايزين الأكل المحلات. إن شاء الله هعمل كل جديد، وإن شاء الله كل ما يجيلي أوردر أنا هصوره معاكم. ويا رب كده كلكم تكونوا فرحانين لي ومبسوطين لي ودعموني كده وشجعوني بكلام كل زي العسل ده ينجح ويكون مصدر رزق ليا ولبنتي. وعايزة أقول لكم قبل كل حاجة، أنا حابة المشروع ده. أنا كان نفسي بصراحة من زمان أعمل الحاجة دي، وإن شاء الله إن شاء الله أنجح وأكون قدها وأكون قد المسؤولية، لأن دي مسؤولية كبيرة. خصوصا لو حد طلب منك حاجة لازم قبل الميعاد تكوني عاملاها، ولازم تكوني عاملة الحاجة بنظافة واهتمام. وخصوصا بقى ان انت لو انت حابة تفتحي برضو مشروع زيي، اولا المشروع ولا عيب ولا حرام، ولا الشغل عيب ولا حرام. انت ما بتعمليش حاجة وحشة، انت بتعملي الحاجة في البيت وانت قاعدة معززة مكرمة بس. وكمان عشان برضو الناس تحب ان هي تاخد منك الحاجة وهي نظيفة. اولا لما تيجي تخشي عشان تعملي اي اكل لازم تكوني لابسه طرحه. ثانيا ان انت تكوني كمان ما بتلعبيش في شعرك، عشان لو في شعريه جت في الاكل دي بتكون حاجه وحشه جدا للزبون، مش هيجيلك تاني. لكن لو انت بتعملي الحاجه باهتمام وحب وبتكلفيها، الزبون هيجيلك بدل المره 100 و2 و3، وان شاء الله كده اكون قد المسؤوليه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كنت منزله على البيج، فلقيت زبونه اتصلت علي قالت لي انت موجانه؟ قلت لها اه. قالت لي انا عايزه 3 كيلو سمك، 3 كيلو ونص سمك آلية. قلت لها خلاص تمام، انا عايزاك ان انت تجيبيه وتشتريه وتنضفيه وتبعتي لي ان انا اجي اخده. انا رحت جبت لها السمك، بسم الله ما شاء الله اكبر. هي مش عايزه في سمك يا جماعه كبير وفي سمك صغير، تمام؟ يعني هي قالت لي انا عايزه السمكيه وسط، ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي، تمام. فبعدين بقى بعد كده ما جبت السمك اتصلت عليها قلت لها انت عايزه السمك امتى؟ كان يوم الجمعه. قالت لي انا عايزه السمك الظهر. قلت خلاص تمام. انا كنت قايله ايه، هسيبه في التلاجة شويه اريح شويه كده على السرير، وبعدين اصحى لقيت الظهر وكانت حوالي الساعه 9، فقلت مش هلحق. فالسمك اصلا بياخد شغلانه لوحده، يعني انت مش بتغسليه بس، لا انت لازم تنضفيه وتخلي السمكيه كده ايه عامله زي الحليب، عشان الناس تشوف السمكه نفسها تتفتح وتجيلك بدل مره 100 و2 و3، تمام. رحت كده بعد ما جيت خدتكم كده في الشارع، وريتكم جوله، وريتكم نوع السمك الصغير ونوع السمك الكبير. الراجل ده ما بيجيش الا يوم الجمعه عندنا في الارياف، تمام. خلعت العبايه السمراء وبعد كده شمرت بقى وقلت ايه ما بداش، لازم بقى ايه نبتدي كده بالصلاه على النبي ونصلي على رسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبتدي مشروعنا كده على خيرة الله. وكلكم اكتبوا لي في الكومنتات، واي مشروع يجي لي ان شاء الله برده هصوره لكم. جبت كده السمكيه وجبت السكينه وبدات ان انا اجرد السمكيه او اقشرها من القشر اللي فيها. لازم تتاكدي ان انت ايه قشرت السمكيه كويس جدا. بص بقى يا حبيبتي، في ناس ممكن بعض الناس مثلا هتتكلم تقول لي يعني انت يا ام جنى هو السمك مثلا عايز حد يعمله؟ طب هي ما اشتريتوش ليه وهي عملته؟ هي مش بتعرف تعمله. بص يا حبيبه قلبي، انا حابه المشروع ده، واول حاجه طلبت مني انا ما اقدرش اقول عليها لا، انا لازم اعمل الحاجه بحب وفرحه. عايزه اقول لكم انا كنت الاول يعني خايفه
وكده، بس الحمد لله هي يعني اخواتي واقفين جنبه ومشجعينه، هم اللي خلوني ان انا افتح المشروع ده. انا بصراحه كنت متردده، بس اخواتي الحمد لله واقفين في ظهري، قال لي بس اعملي واحنا معاك ومش هنسيبك. كمل الموضوع. في ناس هتقولي يعني مش بتعرف تنظفه، ما الناس كلها بتعرف تنظف السمك. هو عادي الناس كلها، بس هي طلبت مني اول اوردر، وان شاء الله في ناس ممكن كمان تقول لي ده اوردر صغير، يعني ما تسماش اوردر، الناس كلها بتعمله. ما هو بصوا بقى، اللي يعمل اوردر صغير ان شاء الله هيعمل الاوردر الكبير، زي ما نعمل حاجه صغيره هنعمل حاجه كبيره. يعني الناس ما بتطلعش السلم مره واحده، لازم تطلع السلم واحده واحده. وان شاء الله ان شاء الله اكون قد المسؤوليه وقد التحدي، لان ده انا بتحدى نفسي فيه. يعني المشروع او مهما يحصل انا مش هسيب المشروع ده. هو ممكن تلاقي ضغوطات، وممكن تلاقي مثلا هتنجحي ولا لا، الناس هتاخد منك ولا لا، الناس هتعجبهم الحاجه ولا لا. كل ده انا بصراحه بمر بيه، وان شاء الله كده ربنا يحسن ما بين ايديا والحاجه تعجب الناس. عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا 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 وفرحانه ان انا بدات احقق، يعني يعتبر ما حققتش، بس بدات ان انا اقف كده على رجلي، وبدات ان انا اعمل حاجه انا بحبها، وكان نفسي بصراحه ان انا اعملها من زمان، ولولا اخواتي وشجعوني ووقفوا جنبي عشان اقدر ان انا اكون كده. في ناس هتقولي انت ما عملتيش حاجه لسه، انت لسه اصلا بتقولي يا هادي، بس انا مبسوطه، وعندي ان شاء الله امل في ربنا ان ربنا هيكون واقف معايا، وربنا ما بيضيعش تعب حد. الواحد لازم يتعب عشان خاطر يوصل لحلمه، وانا ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر لغايه ما اوصل لحلمي بامر الله. حتى السمكه او قشرتها، جبت بقى المقص وبدات ان انا اقص كده الزعانف بتاعت السمكه بتاعتي، وبعد كده عملت ايه، قمت رايحه بقى فاتحه بطنه. في ناس بتفتح البطن يعني ايه قبل ما توصل للراس، وفي ناس تانية بتفتح من البطن لحد الراس. دي حاجة ترجع لك انت، يعني انت حابة كده حابة كده براحتك. تمام. وكمان شلت النغشيش اللي هي الحمراء دي اللي هي في الراس دي، شلتها خالص، وبدأت ان انا بقى اغسله كويس جدا، وجبت بقى فرشة اسنان. الفرشة دي اشتريتها من الصيدلية وخليتها عندي للمطبخ لوقت السمك. مثلا انت صابعك عمره ما يجيب سلسلة الظهر برضو زي الفرش. تمام. باجيبها واستخدمها، وبعد كده بعينها تاني ايه في الضلفه، بغسلها تاني بالصابون، وعينها في الضلفه بركنها وقت السمك بستخدمها تاني. تمام. وانت بتدعكي كده بطراطيف صبعك هتحسي برضو ايه ان الدم بدأ ينضف كده ايه من السلسله. وكمان يا جماعه في ناس هتقول لي مثلا هو ينفع يا ام جنى ان انا اعين السمك مثلا هو محشي؟ لا خالص ما ينفعش. اولا السمك طعمه بيتغير، ثانيا اللحم بتاعه بيسود. انت جيبي السمك نضفيه واغسليه كويس وسيبيه يتصفى وعينيه في اكياس تلاجة. وقت ما تيجي تستخدميه للاكل طلعيه قبلها بساعه او حطيه في الميه لو انت مستعجله، وابتدي ان انت تحشيه وتطبخيه عادي مفيش اي مشكله. تمام. خلصت برضو كميه السمك كده بعد ما فتحتها كلها، وهنا هقرب لكم بقى الكاميرا عشان اوريكم السمكه بطنها من جوه عامله ازاي. شايفين قشطه مانجا كده؟ شايفين الجمال؟ طول ما الحاجه كده انت ايدك فيها، وطول ما الحاجه انت بتنضفيها وانت مبسوطه، هتعملي اقصى مجهودك عشان الحاجه تطلع معاكي 10/10، عشان الناس تجيلك مره واثنين وثلاثه ويخبطوا على بابك. تمام. دي حاجه مفروض منها خالص. برضو بعد ما خلصته قمت رايحه فاتحه الحنفيه تاني وشطفت الطبق وفرغت السمك فيه تاني عشان الزفاره، وبدات ان انا اشطفه برضو ايه الشطفه كده الاخيره. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ بعد كده هننقعه في ميه بليمون. في ناس بقى ممكن تقول لي يا ام جنى لو انا ما عنديش ميه بليمون ينفع احط خل على الميه؟ ما ينفعش. ليه؟ اولا بيخلي اللحم بدل ما هو ماسك نفسه، السمكيه ماسكه نفسها هتخليها طريه، وبدل ما يكون اللحم ابيض هيسود ويخليه مرخي خالص، طعمه بيكونش حلو. انا بقولك كل حاجه انا مريت بيها عشان ما فيش اي حد يقع فيها. وعايزه اشكر اي حد دخل في قناتي وعجبه فيديوهاتي وعجبه محتوايا. في ناس كتير دخلت في قناتي وعجبهم المحتوى، اشكركم جدا جدا جدا. كمان عند حسن ظنكم ان شاء الله. بعد كده ما غسلنا السمك وسبته ربع ساعه في ميه النقع ميه الليمون، هبتدي بقى ايه اصفيه. هصفيه ازاي بقى؟ بصوا في ناس تعرف في ناس لا، انا بقول للناس اللي ما تعرفش. بمسكه كده من ظهره واحطه على بطنه، بطنه يكون تحت. ليه بقى؟ عشان الميه كلها بتكون متحوشه في بطن السمكه. لو انا حطيت السمك كده من غير ما اصفيه في قلب طبق او في قلب كيس وحطيته في الفريزر، دي بيخلي السمك برضو طعمه متغير وبيغير لحمه خالص.
تمام، يعني صفّي السمك كويس جدًا وبعد كده حطيه زي ما أنتِ عايزة. هنا بقى بعد كده ما اتصفّى معايا سِبته لحد ما اتصفّى خالص، هابتدي بقى إن إحنا إيه، نرُصّه كده مع بعض من بعض إيه، هابتدي بقى أرُص معاكم كده ونشوف شكل النهائي والorder إن شاء الله يعجب الزبونة وتيجي لي إيه، مرّة و2 و3. عايزة أقول لكم هي بعد ما خدت السمك اتصلت عليّا قالت لي: "الله أكبر بسم الله ما شاء الله، السمك كان تحفة، تحفة، تحفة وطعمه كان زي العسل ولا كان في أي ريحة زفارة." وبصراحة أنا ما دوّرتش وراك، أنا يا دوب بس خدت أطباق فِلّ ورصيت كده السمك وجِبت كمان إيه، ليمونتين عملتهم شرايح كده عشان لزوم التظابيط كده إيه، عشان الزبون ياخد الحاجة ونِفسه مفتوحة كده وفرحان، تمام. ودي كمان كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، كان أول order ليّا في مشروعي الجديد. ادعوا لي كده إن أنا أستمر فيه، وادعوا لي إن ربنا كده يوفقني إن شاء الله ويجعلها فتحة خير عليّا. ودي كان فيديو النهارده، دمتم في رعاية الله وحفظ الله، وربنا يحسن ما بين إيديكم. سلام.